السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والتجربة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة دي هتكون من داخل استاد القاهرة. انا كنت موجود في الماتش بتاع مصر وجيبوتي، اللي هو الماتش كان يوم الخميس اللي فات، والحمد لله ربنا فرحنا وكسبنا 6. عقبال بقية الماتش اللي جاية ونصعد لكأس العالم بإذن الله وإن شاء الله كده. في كذا حاجة كنت حابب أكدها معاكم، أو معلومات كتير هتفرق مع ناس كتير. أولا بالنسبة لحضور الاستاد أو إزاي تخش الاستاد. اول حاجه انت بتحجز التذكره تبع موقع تذكرتي، وبعد بتملى البيانات بتاعتك وبتدفع الفلوس بتاعتك، سواء كانت عن طريق فوري او عن طريق الفيزا كارت على حسب الاستخدام بتاعك. بتروح للفروع تبع تذكرتي وبتلم الاي دي والتذكره بتاعتك. في نقطة مهمة جدا أحب أكدها مع الناس، إن هو بالنسبة للاي دي أو التذكرة ده بيكون استخدام للشخصي فقط. ما ينفعش حد يحجز تذكرة وواحد ياخد التذكرة تاني ويروح بيها، الأمن مش هيدخله هناك، وخاصة مجموعة تذكرة بتأكد على حاجة زي كده. تاني حاجة، لازم تكون انت حاضر هناك في الاستاد، لازم يكون انت ملتزم بالتعليمات الموجودة. أولا ممنوع الولاعات، ثانيا ممنوع عصاية السيلفي أو أي حاجة ممكن تترمي زي عصيان أيا كانت. ممنوع طبعا الأعلام دلوقتي اللي هي بتاعت فلسطين، الحاجات دي بقتش ممنوع اللي هي تخش. طبعا الغطا بتاع الازاز البلاستيك برضو ممنوع اللي هو يخش. اتمنى الفيديو يعجبكم وتلاقوا فيه معلومات كتير هتفيدكم باذن الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل لايك وشير للفيديو، والمتابعه للرحلات اللي انا بنزلها سواء كانت على قناه اليوتيوب او على صفحه الفيس. واسيبكم دلوقتي مع الفيديو، واتمنى باذن الله كده الفيديو يعجبكم. شكرا جدا لكم. بص، كنت حابب بس اوضح حاجه كده بالنسبه للناس. الدرجه اللي احنا فيها دي الدرجه الاولى شمال زي ما انتم شايفين. بعد كده دي الدرجه الثالثه شمال اللي هناك دي. وفي الوش زي ما انتم شايفين كده دي الدرجه الثانيه. ده بالنسبه للجزء الشمال. طبعا نفس الكلام بالنسبه للناحيه الثانيه، ده اليمين. ادي الماسوره اللي هي اللي فوق. تمام. بالنسبه للابواب اللي هي دخول الاستاد، لو انت الدرجه الاولى زي ما احنا فيها كده، دي بيكون الباب الدخول بتاعها ده اللي هيكون عند مسجد الرشدان. لكن بالنسبه للدرجه الثالثه اللي هي الثالثه شمال اللي احنا قلنا عليها، او الدرجه الثانيه اللي في الوش، دي بيكون الدخول بتاعها من شارع يوسف عباس. برضه علشان في ناس كتير كانت بتسأل بالنسبه لباب الدخول هيكون من انهي باب بالظبط.